بتدور أحداث الفيلم في القرن ال16 في وقت ما كانت الدول بتقاتل من أجل البقاء، وكانت الهند بتحلم تشكل حضارة وتبني إمبراطورية عشان يعيش فيها شعب من مختلف الأديان كأنهم أسرة واحدة. لكن كل ده اتهد وقت اجتياح المغول وسيطرتهم على جزء كبير جدا من الهند، والظلم ساد في كل مكان. عشان كده كتير من الحكام والممالك خاضوا معارك من أجل البقاء، لكن مع كل المحاولات دي محدش قدر يهزم المغول. وفي القرن ال17 اعتلى أكتر إمبراطور أسوأ وانعدام للرحمة واسمه أورانج، وده طاغية فوق الوصف. لكن كل ما الظلم والقسوة بيزيدوا بتتولد دايما روح عظيمة من رحم المعاناة. واحد بس هو اللي كان قادر يتصدى لهجمات المغول وأسس الإمبراطورية المراسية، وهو شيفا. كان بيحارب ضد القمع والطغيان، وأورانج بجيوش اللي ملهاش عدد كان خايف منه. عشان كده شن هجمات كتير على مملكته، لكن في كل مرة كان بيتهزم شر هزيمة. وبنروح لأورانج وهو قاعد في قصره، وبيجيله واحد من رجالته وبيبلغه إن البطل شيفا خلاص مات، يعني كده مفيش خطر على المغول تاني، ومحدش هيقف قدامهم وهيجتاحوا باقي ممالك الهند، ويترفع علم المغول على أرض الهند بعد السيطرة عليها. فبيقول لهم أنا مش مصدق إن شيفا أخيرا مات، خبر زي ده ما ينفعش يعدي كده. وبيأمرهم يحتفلوا بسقوط الإمبراطورية المراسية ويوزعوا فلوس على الفقراء، وبينتشر الخبر في كل القلاع المجاورة، وكل قائد بيشيل من دماغه أي فكرة للمواجهة لأن خلاص ما بقاش في أي خطر. ووقتها بيشوف واحد من الحراس جيش المرسى جاي عليهم، لدرجة إن الأرض بتتزلزل في كل أرجاء المملكة. فبيخافوا جدا وبياخد كل واحد سلاحه بسرعة عشان يتصدوا للخطر، وبيطلعوا يستنوهم عند مدخل المملكة. لكنهم بيتفاجئوا إنهم جايين من الناحية التانية بقيادة البطل شامبو ابن الملك شيفا، فبينزلوا الحواجز قدامهم عشان ما يعرفوش يعدوا. لكن شامبو بينط من فوقها بالحصان وبينزل لوحده وسط جيش كامل، وبيبدأ يواجه فيهم بكل قوة، وباقي جيشه بيقفل الفراغات اللي في الحواجز بالدروع عشان الفرسان تعدي. وبتدور معركة طاحنة جدا بين الجيشين، ووقتها بيشوف شامبو ولد صغير بيعيط، فبياخده بسرعة عشان يحميه، وبيروح يسلمه لوالدته، وبيسيب رجالته تكمل المواجهة، وبيروح عشان يواجه قائدهم. لكن قبل ما يوصله بيقع في فخ، وبيتفاجئ ان في اسد بيهاجمه، فبيخرج سلاحه وبيبدأ يستعد للقتال معاه. ومع كل مرة بيفكر يهجم عليه بيضربه بالخنجر لحد ما بيمسك الدرع بتاعه وبيضربه على ظهره، وبيفتح بقه عشان يكسره. ووقتها بيكون خان مستني يشوف جثته، لكنه بيتفاجئ انه وراه، وبيديله كف على وشه ويقلبه على الارض، وبينزله تحت رجله، وبيقول له روح لأورانج وقول له ان المغول وقتهم بقى قصير جدا في الهند، ونهايتهم هتكون على ايد جيش المرسى. وبيحتفل هو وجيشه بالانتصار اللي حققوه، وبيولعوا في كل حاجة. وبالليل بيجتمع مع جيشه عشان يشجعهم، وبيقول لهم اللي حصل ده مش مجرد انتصار، دي ضربة قاضية للمغول عشان يعرفوا ان شيفا لسه عايش ومش هيسيب اي حد يقرب من تراب بلده. اللي حصل ده هو بداية سقوط المغول. احنا بنحارب عشان يبقى لنا ارض يعيش فيها كل الناس من مختلف الاديان بسلام، ولازم الكل يبقى راسه مرفوعة زي الملوك، ولو اتجرأ أورانج او اي حد يتحدى المرسى فهتكون نهايته الهلاك. فبيتحمس الكل جدا من كلامه وبيحيوه بأعلى صوتهم. وعلى الناحية التانية بنشوف كام واحد من عائلة شامبو بيكونوا متضايقين جدا لانه صغير على انه يبقى الملك، وبيفكروا يتخلصوا منه عشان يسيطروا على مملكة المرسى، وهيتعاونوا مع المغول اللي هيسلموهم حاجات كتير مقابل تسليم البلد، وساعتها هيعيشوا في رخاء دايم. بعدها بيرجع شامبو وجيشه للمملكة، وبيكون شعبه فرحان جدا لانهم بيحبوه، واكتر حد كان فرحان به هي مراته ساكي. وبالليل بيتمشوا في القصر، وبيقول لها ممكن اسالك على حاجة؟ فقالت له الملوك لما بترجع من المعارك بتتظاهر الملكات بالغضب، وده عشان يعبروا عن حبهم، لكن بالنسبة لي ما اقدرش امنع الابتسامة ابدا. فقال لها انت ازاي بتعرفي تجاوبي دايما قبل ما اسالك؟ فقالت له اقدر اعرف اللي مخبيه في قلبك عشان انت كل حاجه في حياتي. وبتاخده عشان توريه تاج والده الملك شيفا، فبيفتكر كل اللي كان بيقوله له وبيكون حزين عليه جدا. فبتقول له ساكي هو اكيد فخور بيك دلوقتي لان احلامه بتتحقق بسببك، انت خلاص قربت تنتصر على المغول. في الوقت ده بيكون أورانج في قصره، وبيعرف بهجوم المرسى اللي حصل على جيشه، وبيعرف ان ابن شيفا عايش وبقى هو الملك. وبيفتكر اول مره شافه فيها وما كانش زي اي طفل، ده كان واضح عليه الثقه والقوه، وبيحمل صفات الامراء من صغره. وبيقول لرجالته شيفا مات لكن سايب اللي اقوى منه، انا مش هسمح للي حصل زمان يتكرر تاني، ولازم اخلص عليه بنفسي. اما شامبو فبيتم اعلانه بشكل رسمي انه الملك الشرعي للمرسى، وبيعملوا حفله ضخمه عشان مراسم التتويج، وبيقعد على عرش الحكم. وبتكون ساكي فرحانه بيه جدا. وبعد نهايه الحفله بيقعد مع قاده الجيش واهله، ووقتها بيقول له اخو ساكي احنا عايزينك تسلمنا حكم جركان، دي برضه ارضنا ومن حقنا نتخذ القرارات ونطورها عشان حتى ما نزعجكش كل شويه. فقال له انت المفروض تفكر في تطوير المملكه كلها. فقال له عندك حق، بس الملك قبل ما يموت وعدنا انه هيسلمنا حكمها. فبتقول له ساكي مستحيل الملك يعمل كده، لان هدفه كان ان المملكه كلها تكون تحت حكم واحد عشان يقدروا يواجهوا اي هجوم. في الوقت ده بتكون زوجة الملك متضايقه جدا ان شامبو تولى الحكم بشكل رسمي، وبيقول لها راج واضح ان حلم تتويج ابنك بالحكم بقى امر مستحيل، انت مش متضايقه ولا ايه؟ فبتقول له كتمان الالم بيسبب القلق،
والقلق بيسبب المخاوف اللي بتسرق النوم. انا حاولت كتير اقبض على شامبو بعد موت الملك، بس طبعا فشلت. وعشان نحقق النتائج اللي احنا عايزينها ما ينفعش نعتمد على عيلة بس، لان في الاوقات اللي زي دي الغرباء بيكونوا انفع. فبيقول لها انتم محاولاتك فشلت وهو كان لسه امير، ما بالك لما بقى ملك؟ صدقيني اي غلطة هتحصل هتبقى كارثة. فقالت له بعد موت الملك محدش هيحاسبنا، استعد عشان تكتب الفصل الاخير في حياة شامبو. بعدها بيعمل شامبو اجتماع مع المساعدين بتوعه وبيقول لهم الامير المغولي اكبر عايز يقابلني في المعسكر بتاعه، وانا هروح اقابله يمكن عنده معلومات، لكن بيحذروا كل الموجودين انه يروح لانه اكيد هيغدر بيه، ده مهما كان من نسل اورانج واكيد خاين زيه. وقتها بيوصل الجاسوس اللي كان بعته يراقب جيش المغول وبيقول له ده جيش ضخم مكون من 800,000 جندي ومعاهم 50,000 حصان و30,000 فيل وكنوز بالملايين. دي اول مرة في التاريخ تتبعت قوة بالحجم ده، وبيكون واضح ان الكل خايف جدا. فبيقول لهم شامبو اتمنى ان الجيش ده يوصل في اقرب وقت عشان نخلص عليه. ولما بيقعد مع ساكي بيقول لها الكل قلقان حتى قائد الجيش نفسه، وده عشان هقابل الامير اكبر من غير حراسة ولا سلاح، مش باين عليك القلق يعني؟ فقالت له لا قلقانة، بس مش عليك، على المسكين اكبر. وبتفاجئوا قبل ما يمشوا وبتعرفوا انها حامل، وبيكون شامبو فرحان جدا. بعدها بيروح عشان يقابل اكبر، لكن بيكون عامل له كمان عشان يخلص منه، لكنه بيتعامل معاهم بكل قوة وبيخلص على كل اللي يقابله. فبيحيي اكبر لانه طلع بطل وشجاع ودخل الخيمة من غير سيف. فبيقول له الموضوع مش مستاهل سيف، الافاعي والحشرات بنمسكها بايدينا ونسحقها، ودلوقتي قول لي ايه اللي جابك ارضنا؟ فقال له في اخبار منتشرة في الشمال ان جنود مملكة المرصى ما بيخافوش من حد، عشان كده جيت هنا عشان تساعدني وتديني جنود واكمل مهمتي. فقال له انت غلطان، جنود المرصى مش هيحاربوا من اجل المغول. فقال له انا كنت فاكر اني هقنعك بسهولة، على فكرة انا وانت متشابهين جدا. فقال له استنى، انا بحب شعبي ومستعد اضحي بحياتي عشانهم، لكن انت عايز تخلص على والدك عشان تبقى ملك المغول، الخيانة والغدر هو طبعكم. فقال له الخيانة مش في عيلتي بس، ده في عيلتك انت كمان. فبيتعصب عليه جدا. فبيطلع له رسالة من زوجة الملك شيفا وبتطلب منه التعاون عشان يخلصوا على شامبو، وبتوعده ان كل جنود المرصى اللي هيحتاجها هيحاربوا معاه عشان يبقى ملك المغول، وهتديله كل الارض اللي محتاجها. فبيتصدم لما بيعرف ان الخيانة جت من اقرب الناس ليه، وبيقول له اكبر ما اقدرش اساعدك، بس طالما انت واقف على ارض مش هيقدر والدك يلمسك، وبيسيبه ويمشي. ولما بتعرف ساكي اللي حصل بتروح تقابل اللي كتب الرسالة وبتقول له شامبو كان بيثق فيك جدا، بس انت طلعت خاين. فقال لها انا اللي كتبت الرسالة بس صدقيني ماليش دعوة بحاجة، انا بنفذ الاوامر بس. وبيطلب منها تسامحه. فبتؤمر الحراس يمسكوه، وبيجمع شامبو كل الخاينين في مكان واحد وبيجيب لهم فيل ضخم عشان يخلص عليهم. وبالليل بيصحى على حلم مرعب وبيقعد مع ساكي وبيقول لها ما كنتش اتخيل ان الست اللي ربتني زمان عايزة تخلص مني دلوقتي، وكل ده عشان ابنها يبقى هو الملك. فبتهون عليه وبتقول له كويس انك اكتشفت الخيانة بدري، شعبك محتاجك وما يقدرش يستغنى عنك، عشان كده لازم تعمل المستحيل عشانهم. بعدها بنروح للمملكة اللي شامبو دمرها وبنشوف اثار الدمار في كل مكان. فبيقول اورانج والدي زمان كان بيخطط ان اخويا يبقى هو ملك المغول من بعده، عشان كده طيرت رقبته وبعتها له هدية، وسجنته بعدها لمدة 8 سنين من المعاناة لحد ما مات وبقيت انا الملك. ودلوقتي حتة عيل عنده 24 سنة يحول اجمل مدينة عند المقبرة، وكمان مشي بكل سهولة وبيخلص على قائد الجيش اللي كان بيحمي المدينة. ووقتها بتعرفه بنته ان شامبو وافق على طلب اللجوء بتاع اخوها اكبر. فبيخلع التاج وهو كله غضب وبيقول لها مش هلبسه تاني غير لما الهند كلها تسمع صوت صرخات شامبو من العذاب اللي هيشوفه على ايدي. في الوقت ده بيتاكد شامبو من الحصون الدفاعية بنفسه عشان لو حصل عليهم اي هجوم، وبيقول لاخوات ساكي انا بثق فيكم جدا وسعيد انكم هتبقوا اخوال ولادي. فبيقول له احنا قد الثقة دي وهتشوف هنعمل ايه عشانك. في الوقت ده بيوصل جيش المغول لقرية قريبة من مملكة شامبو، ولما بيعرف اللي حصل بيجتمع مع المسؤولين وبيعرف حجم الدمار اللي عملوه في المناطق اللي حواليهم، وخلصوا على كل اللي فيها سواء بشر او حيوانات. وبيقرروا يحطوا الخطة المناسبة عشان يواجهوا جيش المغول، وبيكونوا متفقين انهم مستحيل يواجهوهم بشكل مباشر لان عددهم ضخم جدا، وافضل حل انهم يعملوا كمين لكل مجموعة ويخلصوا عليهم باسلوب المفاجأة، وهيستغلوا الغابات والانهار والجبال والتضاريس الصعبة في تنفيذ خطتهم. وبيكون الكل متحمس جدا للمواجهة والانتقام. وقبل ما يمشي بيروح لمرات والده واللي بتكون عاملة نفسها نايمة، وبيقول لها اتمنى من قلبي ان كل اللي بتحلمي بيه يتحقق، وبيلمس رجلها زي ما اتعود طول عمره وبيسيبها ويمشي. وبتبخره ساكي قبل ما يمشي وهي واثقة انه هينتصر. وبيبدأ اول عملية وبيروح على المكان اللي متجمع فيه جزء من جيش المغول، وبيبدأوا يواجهوهم بكل قوة، وبيعتمدوا على اسلوب المفاجأة وبيخلصوا عليهم بالكامل عشان يجيبوا حق الناس اللي ماتت بدون ذنب. وبعدها بيهاجم جزء تاني واخدين الناس للأسر وبيواجهوهم بكل شجاعة وبينتقموا منهم اشد انتقام وبيحرروا الرهاين. وبعد كام يوم بتموت زوجة الملك وبيحضر
شامبو جنازتها، ومع انها كانت خاينه لكنه ما قدرش ينسى ان هي اللي ربته، وبيكون حزين عليها جدا، لكن مفيش قدامه وقت للعواطف، عشان كده بيكمل حملاته على جيش المغول، وفي كل مره بيعمل لهم فخ اقوى من الاول، وبيحقق انتصارات كبيره وبدون ما يخسر جندي واحد، وبيلبسوا القائد بتاعهم لبس النساء وبيبعتوه الاورنج، واللي بيكون متعصب جدا وهيتجنن من اللي حصل. ازاي جيش بحجم المغول مش قادر يتعامل مع جيش قليل في العدد، وكمان بيخسروهم كتير. وبيكمل شامبو ورجالته عملياتهم، وبيهاجموا معسكر تاني وبيخلصوا على كل اللي فيه، وبيهاجم بدل المعسكر 2 و3، وبرضه بيخلص على كل الجنود. فبيزيد قلق وتوتر اورنج اكتر لدرجه انه بقى يحلم بكوابيس. ووقتها بيروح واحد من الجواسيس لبنته وبيقول لها احنا عرفنا مكان اكبر، فبتأمرهم يروحوا يخلصوا عليه، وفعلا بيوصلوا وبيبداوا يهاجموه. فبيمسك سلاحه وبيحاول يدافع عن نفسه، وبيتم انقاذه في الوقت المناسب. فبتعرفوا بنته باللي حصل، وبتقول له احنا لقينا شخص قريب من شامبو جدا ومستعد يتعاون معانا. في الوقت ده بيكون شامبو في القصر، وبيجي له اكبر وبيقول له انا قررت اسيب الهند كلها وامشي لان الخطر بقى قريب جدا. فقال له انا عارف ان المغول ما لهمش كلمه وبيغيروا كلامهم. فقال له انا كنت هفضل معاك زي ما اتفقنا، بس انا خايف على حياتي، انت قدمت لي الحمايه كتير، بس لحد امتى؟ اسمح لي اودعك قبل ما امشي. فقال له طب على الاقل فكر، انا كنت عايزك تبقى شاهد على انهيار جيش والدك. فقال له اكيد هعرف وهكون سعيد بده جدا. ووقتها بيجي له راج وبيعرفه ان قائد الجيش مات في المعركه الاخيره، فبيتصدم الكل من اللي حصل، وبيكون شامبو حزين عليه جدا لانه كان بيعتبره زي والده، وهو اللي كان بيدربه من صغره وخلاه مقاتل قوي محدش قادر عليه. بعدها بيعرف ان في امراء كتير اتعاونوا مع المغول وتخلوا عن امبراطوريه المرسى، فبيأمرهم ينشروا خبر بين المغول ان في 10,000 جندي من المرسى رايحين في طريقهم لاورنج عشان يخلصوا عليه. وبيطلب من راج يبعت رساله لامراء الاقاليم المجاوره عشان يجتمع معاهم. وبيروح يسلم على سكي قبل ما يمشي، وبيقول لها وعدك ان هخلص على المغول وهيفضل عرش المرسى موجود للابد. فقالت له انا واثقه فيك وواثقه انك هترجع سليم. فقال لها دي سيبها بظروفها، وبيروح عشان يجتمع بالامراء والناس، وبيقول لهم انا عارف انكم خايفين على نفسكم المغول، لكن في حاجه واحده بس انا مش فاهمها، من امتى وشعب المرسى بيفكر في تامين نفسه وبينسى غيره؟ احنا طول عمرنا مستعدين نضحي بحياتنا عشان المملكه، من امتى واحنا بنحني راسنا للعدو؟ وازاي نبقى حلفاء الواحد خلص على عيلته عشان يبقى هو الملك؟ المملكه دي اتبنت بتضحيات الابطال اللي سبقونا، مش عايزين نهد اللي عملوه، وعايزين نحافظ على المملكه دي قدام اي عدو مهما كانت قوته. دلوقتي جه الوقت اللي انتهر في بلدنا من المغول، مين اللي هيكون معايا؟ فبيتحمس الكل من كلامه وبيحيوه باعلى صوتهم. لكن وقتها بيلاقي الحراس جيش المغول بيقرب منهم، وبيكون الكل مصدوم. وبنعرف ان اخوات سيكو هم الخاينين، وهم اللي عرفوهم مكان شامبو، وكمان عارفين ان مفيش معاه جيش، وما معاهوش غير 150 جندي بس للحمايه، يعني ده انسب وقت للهجوم. في الوقت ده بتتقفل ابواب القصر قبل ما الجيش يوصل، وبيطلع شاندو وبيعرفوا ان اخوات ساكي هم اللي خانوه، وبيطلب منه يرجع المملكه دلوقتي تحت الحراسه، لكنه بيرفض وبيقول انا مش جبان عشان اهرب. وبينزل هو واللي معاه عشان يتصدوا الجيش المغول، وبيدخلوا في معركه قويه جدا، لكن عدد الجنود بيكون كتير، وبيشوف شامبو كل حبايبه وهم بيموتوا قدامه واحد ورا التاني، فبيزيد غضبه اكتر واكتر، وبينتقم من كل اللي قدامه بكل قوه وغضب، ومحدش بيكون قادر عليه برغم انه متحاصر من كل اتجاه. فبيقول لهم اخو ساكي عشان تسيطروا عليه لازم تكتفوه، وفعلا بيبداوا يكتفوه بالسلاسل من ايديه ورجليه، وبيفضلوا يضربوا فيه بكل قوه، ومع ذلك بيفضل يعافر معاهم، لكن الكتره بتغلب الشجاعه، ومع الوقت بيسيطروا عليه. وبيبص لاخوات ساكي بصه غضب لانهم خانوه. ولما بيوصل الخبر لاورنج ما بيكونش مصدق انه اخيرا هزم شامبو، وكل مشاكله انتهت للابد. ووقت ما بتعرف ساكي ان شامبو اتأثر بسبب خيانه اخواتها بتكون حزينه جدا، وبتفضل تدعي طول الوقت انه يرجع لها. وقتها بيوصل الجيش بشامبو لمعسكر اورنج، وبيكون سعيد جدا انه متعلق قدامه، وبيقول لرجالته خلينا استمتع باللحظه دي، انا بقالي 9 سنين بتمنى ان اواجهه. فقال له في الاخر مش هتقدر تعمل حاجه، لان هيجي قائد للمرسى غيري وهيدمر ملكك. فقال له برغم انك متكتف قدامي الا ان لسه شايف في عينيك نفس الشجاعه. فقال له انا يوم ما شفتك لقيت في عينيك التكبر والتاج على راسك، بس واضح انك خسرت الاتنين. وبيفضل يستهزأ بيه. فبيأمر رجالته يعذبوه بكل الطرق عشان الهند كلها تسمع صرخات ألمه. وبالليل بيقول لشاندو سامحني، اللي انت فيه دلوقتي ده بسببي. فقال له انا مستعد اضحي بحياتي عشانك. ووقتها بتفكوا الجنود عشان يخلصوا عليه، وبيودعوا شامبو للمره الاخيره. وفي اليوم التاني بيأمر اورنج رجالته انهم يشيلوا ضوافره عشان يتعذب، لكنهم بيتفاجئوا انه ما بيتأثرش باي حاجه. فبيتعصب جدا وبيأمرهم يحطوا ملح على جسمه المليان جروح واكيد هيتألم، لكنه برضه ما بيطلعش اي ردة فعل. فبيخليهم يطيروا عينيه لان ده اشد ألم. فبيفتح عينيه بكل شجاعه لانه مش خايف، وبرضه ما بيطلعش اي صوت. فبيروح له في اليوم التاني وبيقول له انضم للمغول، وصدق ان حياتك هتتغير وهتبقى احسن. فقال له طب ما تنضم انت للمرسى وحياتك برضه هتبقى افضل. فبيتصدم اورنج من رده، وبيأمر رجالته تطير لسانه. وبسبب كل اللي حصل ده بيموت البطل بعد ما اثبت شجاعته وولاءه لبلده. وبتفضل ساكت تستناه وتدعي له. ولما بتتاكد مع مرور الوقت
وقت النومات بتعين ابن زوجة الملك حاكم على المرسى، ولما بيوصل الخبر لأورانج بيتعصب جدا لأن كل محاولته في تدمير جيش المرسى فشلت، وأكيد هيجي اللي أقوى من شامبو، وبيقول يا ريت كان عندي ابن زي شامبو كنت قدرت أحكم العالم. ومن كتر الغضب والصدمة بيموت، وبيفضل البطل شامبو شامخ في مكانه حتى بعد ما مات. وبكده بينتهي الفيلم. أتمنى لو عجبك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.